السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبة. فيديو جديد وموضوع جديد. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد واحد الوصفة اللي زوينة وزوينة بزاف، وصفة اقتصادية او بالاحرى منتوج اقتصادي زوين. كما ولفتكم كنجيب لكم وصفات اقتصادية. في هاد لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على زبدة الكاريتي او زبدة الشيا. غادي نهضروا على الاستعمالات ديالها وكيفاش تتستخرج هاد الزيت وكيفاش نفرقوا بين الزبدة الخام والزبدة المكررة. بقاو معايا ان شاء الله في هاد لا فيديو. المهم قبل ما نبداو لا فيديو ديال اليوم كنتمنى من الناس اللي يلاه دخلوا جداد ما ينسوناش من الاشتراك، يفعلوا زر داك الزر الاحمر ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد القناة، وهذا فضلا وليس امرا. يلا نبداو لا فيديو. المهم اول حاجه غادي نهضروا عليها في هذا لا فيديو ديال اليوم غادي نهضروا على طريقه استخراج زبده الشيا. اول حاجه عندنا شجره الشيا، نبت شجره عشوائيه في غرب افريقيا وكتنتج منين بعد ما كتنتج هذوك الطمور ديال شجره الشيا كيديوها كيجنيوها العيالات النساء هما اللي معروفين بزاف كي بالجني ديال هذا بهذا الثمار ديال شجره الشيا. من بعد ما كيجنيوها كيشدوها وكينقيوها كيغسلوها، ومن بعد ما كيغسلوها كيشدوها كيشمشوها، ومنين كتشمش كيشدوها كيطحنوها تيطحنوها يدويا او كيطحنوها في هذوك الماكن ديالهم. ومن بعد ما كتطحن كيشدوها وكيبقاو كيخدموها كيزيدوا عليها الماء. ومن بعد ما كتسخن كتخدم كيشدوها وباش يصغروا العمليه ديال باش يستخرجوا هاد الزبده كيضيفوا ليها زبده الشيا اللي ديجا عندهم وكيبقاو يخدموا بها مزيان. ومن بعد ما تتخدم هاد الزبده كيشدوها وكيدوها في درجه الحراره وكتبقى تطيب، من بعد ما كتبقى تطيب تيشدوها وكيديوها في درجة الحرارة عادية، الدرجة العادية صافي وتيخليوها. ومن بعد ما كتجمد تتولي عندنا زبدة الشيا كيشدوها وكيعبئوها وكيخرجوها للسوق باش توصل عندنا هاد الزبدة الكاريتي. ها هي شتي. ومن بعد ما عرفنا الطريقه كيفاش تستخرج هذه الزبده غادي نشوفوا كيفاش غادي نفرقوا بين الزبده الخام والزبده المكرره. بحال هنايا عندي شوف هاد جوج ديال الزبده، عندي زبده هنايا كاينه من هاد لا مارك ناتور سوان، وحنا كنعرفوا هاد ناتور سوان هي كدير منتجات طبيعيه وعندها هادوك السيرومات وعندها منتوجات طبيعية زوينة وهي معروفة بالجودة ديالها. هي هنا عندنا هاد زبدة الكاريتي، عندها هنا كان عندها داك لومبالاج ديالها، عندها داك ديال هداك ديال سكريتي داك ديال اللي كيدار من هنا حيت انا ديجا استعملتها حيدتو ليها. هي هنايا شتي هنايا هادي زبده ما كايناش عند مالي المكياج ولا هادوك الاعشاب عند المعشبات وداكشي، لا هادي شديتها من عند بارافارماسيان. هادي شديتها هو هنايا الحجم ديالها 100 ملي والثمن ديالها هو الثمن كاين هنا. شديتها ب63 درهم. هي هنايا كاتبين فيها هنا يرطب يلين ويقوي البشرة زبدة الكاريتي. وداين فيها هنايا شوف هنايا منتوج مميز مرطب ووراق ضد تيبس البشرة، يحمي ضد الطفح الوردي، وهي معروفة كتعالج الناس اللي مصابين بالكزيمة والطفح الوردي. زوينه ليهم كيشدوها وكيبداو يرطبوا بها الوجه ديالهم ولا اليدين ديالهم. زوينه مع المده كتعالج الكزيمه كتدير من أشعة الشمس كتعالج من هذيك داك الحموضية اللي كتكون على أشعة اللي كتنتج عن أشعة الشمس، وكتساهم في معالجة بعض المشاكل الجلدية اللي قلت لكم أن ديال البشرة من الوردية ولا الكزيمة. صافي ودوك البشرة اللي كتكون خشنة ودوك تشقق اليدين وهذاك
ودوك الندبات اللي تيكونوا عندنا عندها مفعول سحري زوين للجلد. صافي وكهنايا وبالنسبه للشعر كتنقي لنا الفروه ديال الراس وكتميه لنا الشعر ديالنا وكتحميه من داك التلف بحال التقصف وداك الشعر الخشن المجعد. راك زوينه وكتكسبو تعطيه داك الجمال الطبيعي. تيبان لك الشعر هكا كيلمع والزغبه هكاك مساحة تتبان لك هكاك الزغبة طايحة. صافي وزوينة بالنسبة للتدليك اللي كنديروه في الماساج هكاك. وبالنسبة قلت لكم بالنسبة دابا كيفاش كنفرقوا بين الزبدة الكاريتي والزبدة الشيا. هنايا زبدة هنايا قلت لكم هنايا شوف كي دايره راه زوينه في البلاصه كدوب كتشديها كدوب ها هي كديها هنايا في البلاصه كدوب. هنا باش كتعرفي الزبده الخام والزبده المقلده. هنا بالنسبه للخام راه دغيا تيشرب عليك الجسم عكس الاخرى. هاد الزبده هادي شديتها من عند دوك المعشبات. هادي كنت شديتها باش حتى مناخير شوف كي دايره هي شوف كي دايره. راه كاين فرق بينهم. بالنسبه للفرق بيناتهم كيكون الفرق بين اللون والرائحه والطريقة كيفاش تتشربوا البشرة. بالنسبة للون اللون هنايا شوف راه كاين فرق بين اللون ديال هادي واللون ديال هادي. شوف كي دايره هادي دايره هادي بحال كيفاش نقول لكم هادي بحال شي بومادات هكا دايرين. هادي لا هادي هي الخام. هادي تتلقاوها عند المعشبات. هادي ماشي هادي هي مكررة ماشي الخام. وما بالنسبة الا شتيتها من البارا هادي راه زوينة. هادي هي الخام هادي هي الأصلية. وبالنسبة حتى للريحة الا شديتي هاديك الخام تتكون ريحتها مجهدة. وبالنسبه غندير لكم تصويره غتشوفوها التصويره ديال ديك الزبده الكاريتي اللي كتكون كتباع عند دوك الافارقه كتكون صفرا. راه كدير هذيك 30 درهم وتقدروا تشدوها حتى ب 20 درهم. راه كتكون الريحه ديالها مجهده. هاديك راه خام هاديك زوينه واخا تكون مجهده. هاديك حتى هي الا لقيتوها راه زوينه حتى هي واخا تيكون الثمن ديالها ناقص على هادي ولكن حتى هي اصليه. هاديك كتباع تكون بزاف عند الافارقه. الا لقيتوها حتى هي شدوها. الا ما لقيتوهاش هادي موجوده عند البارا واخا الثمن ديالها شويه مرتفع ولكن بعدا كتهني. وبالنسبه قلت لكم الريحه الا ازعجتكم هذيك الريحه تقدروا تشدوها وتخلطوها مع الزيوت. وبحال هكا الا شديتيها هذيك الزبده ديك الصفرا اللي قلت لكم هذيك الا شديتوها باقي جديده ما تتكونش فيها ريحه مجهده كتشدوها باش تحافظوا عليها ما تتلفش ليكم وما تخسرش. كتشدوها وكتجوها في واحد البواطه هكا وتتجيو داكشي اللي بديتي تستعملوا ومن بعد كتشدوها وتتفرقوها في الميكات وكتجوها في المجمد باش ما تخسرش لكم. كتبقاو الحاجه اللي بديتو تستعملوا هي اللي كتجبدوا صافي. وديك الساعه ما كتبقاش ديك الريحه هكاك مجهده. ها هي قلت لكم هذه كتكون عند المعشبات بحال هكا. وهذه قلت لكم في البارا. وبالنسبه للاستعمالات ديال هذا زبده الشيا قلت لكم كترطب لنا البشره وهي غنيه بالاحماض الدهنيه. هاد الاحماض الدهنيه راه زوينين لينا للبشره وكتجدد لينا الخلايا ديالنا. البشره الدهنيه بالنسبه للبشره الدهنيه راه كتجدد ليها الخلايا وكتزيد لنا هذاك الجلد الميت. وحتى بالنسبه لهادوك بالنسبه للتجاعيد راه زوينه للتجاعيد. كتمنع لنا هذوك التجاعيد اللي تيكونوا مع المداومه الا خصوصا الا استعملناها في سن مبكر وكنداوموا عليها راه زوينه. وكتحمي لنا هذيك البشره من تقلبات الجو عفوا. بحال هكا في فصل الشتاء منين تيكون هكاك البشره عندنا جافه وداكشي راه زوينه كترطب لنا البشره. وحاجه اخرى هذا بالنسبه للحروق ديال الشمس بحال هكا في الصيف ملي كنخرجوا وكتكون عندنا ديك الحروق ديال الشمس كتخرجي وتترجع البشره ديالك حمراء. راه الا استعملتيها راه زوينه في البلاصه كتحسي بالبشره ديالك ولات هكا ما تبقاش داك التهيج ديال البشره. وكتعالج لنا قلت لكم الحروق ديال الشمس ياك وهذا سميتو. وبالنسبه للشعر قلت لكم كما قلت لكم قبيله كتلطف لينا الشعر وكترطبو وكتنعمو. وحتى بالنسبه للحلاقه بالنسبه للاستعمالات ديالها راه زوينه بالنسبه بعد الحلاقه. حيت من بعد حنا كنعرفوا ان من بعد الحلاقه البشره ديالنا كتولي جافه. راه حتى الا استعملتيها بحال هكا مورا الحلاقه بالنسبه للرجال ولا هكا الحلاقه راه كتستعملي هاد زبده الشيا راه زوينه.
ومنين كتنشف لنا البشرة ديالنا بحال هكا الا جيتي من الحمام تكون عندك هكا في المجرة ديالك كي تجي من الحمام وديريها زوينة البشرة دغيا كتشربها البشرة صافي. وحتى بالنسبة للشفاه إلا بغيتي ترطبيهم حتى هي زوينة. شتي هاد زبدة الكاريتي إلا عندك راه كتغنيك على بزاف ديال الكريمات، دوك الكريمات الغاليين راه تقدري تستعمليها من الشعر ديال الراس حتى القدمين، وزوينة للقدم حتى العلاج ديال تشققات الكعب زوينة ليهم. وهي بالنسبة كيما قلت لكم دغيا كتشربها البشرة حيت كتذوب دغيا، عكس هاد المكررة شوية كتبقى هكاك. هيا شوفوا هنايا كتبقى دايرة تتبقى مزيتة من الفوق، ماشي بحال هاد الخام دغيا تشربها لنا البشرة. وسميتو حتى الا بحال هكا الا بغيتي تستعمليها كمزيل المكياج ديها في شي قطن ودوزي عليه دغيا، وهي اقوى مرطب. هذه شتي الا ما كان عندك هي اقتصاديه، هي راه احسن كاع من دوك المرطبات اللي تيكونوا غاليين. هذه تكون عندك قلتلك راه اقوى مرطب عندك، اقوى ماده مرطبه هي هاد زبده الكاريتي. وهي إلا استعملتوها ولفتوها ما تقدروش تستغناو عليها، زوينة بزاف تكون عندكم. وصافي اخوتي هادشي اللي كاين. كنتمنى تستافدوا معايا في هذا الفيديو هذا، وتهلاو ليا في راسكم ودعموني بلايك وبالاشتراك، وتهلاو في راسكم وبسلامه.